السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده برضو مفيد، بس ده بقى فيه المفاجأة اللي أنا كنت قلت عليها في الفيديو اللي فات لإخوات المعوقين فيما يخص المواصلات العامة لإخوات المعوقين. مظبوط. الحمد لله صدر قرار مؤخرا إن جميع المعاقين طالما معاه كارت الخدمات المتكاملة بيركب المواصلات لهيئة النقل العام تحديدا مجانا. كل جزء هعيد عليه عشان بدل المعلومة تثبت اكتر. كل الاشخاص ذوي الاعاقة اللي معاه كارت خدمات متكاملة جميع مواصلات هيئة النقل العام مجانا. لما تطلع المواصلة توريله كارت الخدمات بتاعك. ماشي. ده فيما يخص هيئة النقل العام. طيب فيما يخص السوبر جيت، السوبر جيت للمعوقين طالما معاك كارت الخدمات المتكاملة بتركب بنص تذكرة. فيما يخص السوبر جيت طالما معاك كارت الخدمات المتكاملة بتقطع نص تذكرة. ماشي. فيما يخص مترو الأنفاق التذكرة مهما كان عدد المحطات ب50 قرش، شرط توريله كارت الخدمات. يبقى المواصلات العامة احنا قلنا طبعا السوبر جيت، وقلنا هيئة النقل العام. ماشي. مترو انفاق بتوريله كارت الخدمات، التذكرة بتبقى ب50 قرش ايا كان عدد المحطات. اوكي. المناطق العامة الدخول الى نوادي القوات المسلحة والشرطة مجانا. الدخول نوادي القوات المسلحة والشرطة مجانا طالما معاك مرافق. تمام. اللي انا عايز اقوله ان لازم كل المعاقين يعرفوا ان دلوقتي بقى الكارت ده لخدمة المعاق. يعني مثلا بتركب مواصلة ما تقوليش انا في واحد معايا، لا، ده الموضوع ده ملوش علاقة اصلا بالمرافق دلوقتي. ماشي. هو الكارت دوت عشان الشخص المعاق شخصيا. تمام. فهو اللي بيستنفع بالخدمة دي شخصيا. يعني مثلا داخل فرضا نادي حكومي، طالما وريته الكارنيه هيدخلك. طب معايا واحد سعادتك مش عارف بيسندني، لا، هو الخدمة للمعاق شخصيا. ماشي. فيما يخص الاسكان من حقك انك تقدم على شقة في الاسكان. تمام. بتقدم كارت الخدمات من ضمن مصوغات الورق. اوكي. بيبقى ليك الاولوية انك تاخد دور ارضي. ليك الاولوية انك تاخد دور ارضي. يعني لا مؤاخذة في الكلمة، مع احترامي برضه لاخواتي، معلش لازم بقول المعوقين او كده عشان برضه في ناس مش عارفة يعني كلمة ذوي الهمم يعني. تمام. بتقدم على شقة لازم تقدم صورة كارت الخدمات من ضمن مصوغات التقديم. ليك الأولوية إنك تاخد شقة دور أرضي، والأولوية في التسكين. لكن فلوس الدفع زيك زي أي حد. يعني الشقة مثلا مقدمة كذا ونقسط كذا، زيك زي أي حد. دي ما فيهاش أي خصومات. تمام. أما بقى فيما يخص المستشفيات الموضوع ده لسه أصلا مش معروف له راس من رجلين، لأن أي حد دلوقتي بيروح يعمل تقرير في أي جهة حكومية بيدفع رسوم. فده لسه مش باين له أي ملامح يعني. ماشي. الشخص المعاق من حقه يقدم كارت الخدمات في مدارس ولاده عشان ياخد إعفاء من الرسوم أو خصم. يبقى الشخص ذوي الإعاقة ابنه في مدرسة، تمام، من حقه يقدم كارت الخدمات عشان العيال يعفوا يبقوا معافين من الرسوم. ماشي.
الاعفاء من الرسوم دوت ساري على جميع الجهات الحكوميه كدراسه، لكن الجامعات الخاصه طبعا ملهاش علاقه بيه. اوكي. فطبعا الفيديو ده عشان الخبر الاولاني اللي هو نهايه النهي العام قررت ان اي حد معاه كارت خدمات هيستنفع بخدمات هيئه النقل العام مجانا، بس كده. اما بقيه المواصلات زي ما انا قلت ماشي. وهستأذنكم في حاجه صغيره برضو، انا هضطر اقولها كل فيديو بصراحه، لان انا شايف كده الناس، انا ببذل مجهود لكن الناس مش مقدراه. ماشي. يا ريت اشتراك في القناه، عرف اصحابك بيها، لانك هتلاقي فيديوهات كتيره جدا مفيده. ماشي. برضو لما يلك عامل لايك على كلامي انت بتشجعني ان انا ازيد معاك في المعلومات الصحيحه، يعني لان في ناس اصلا مش عارفه اي حاجه في اي حته. اوكي. وكل سنه وانتم طيبين. لايك وشير وفعل زر الجرس والكلام ده كله عشان تشجعني. يلا. ولو في اي فيديو عايزيني مثلا اعمل فيديو مثلا بخبر ما او معلومه ما، انا تحت امركم. السلام عليكم وكل سنه وانتم طيبين. و طبعا نسيت اقول في الاول، طبعا سنه 24 ربنا يجعلها سنه سعيده. تمام. ويرزقنا كلنا بالخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.